حسام غالي أعلن بشكل واضح أنه لا ينوي الترشح حاليا لرئاسة النادي الأهلي، مؤكدا دعمه الكامل لمجلس الإدارة الحالي بقيادة محمود الخطيب، وأوضح أن تركيزه منصب على استكمال مهامه في منصبه كعضو مجلس إدارة. أما عن أول قرار سيتخذه إذا فكر مستقبلا في الترشح، فقد أشار إلى أن أولوية أي برنامج له ستكون تطوير قطاع الناشئين ودعم فرق الألعاب الأخرى لضمان استمرارية تفوق الأهلي في مختلف البطولات. في تصريحاته الأخيرة، أوضح حسام غالي أن أسلوبه في العمل يشبه نهج الراحل صالح سليم من حيث الحسم والانضباط والحرص على مصلحة النادي فوق أي اعتبار شخصي. أما عن جملة الأهلي بمن حضر، ففسرها بأنها تعني أن قيمة الأهلي لا تعتمد على غياب أو حضور لاعب أو مسؤول بعينه، فالنادي أكبر من أي فرد ويظل قادرا على المنافسة وتحقيق البطولات مهما تغيرت الأسماء. قال حسام غالي في تصريحات إعلامية إن محمد أبو تريكة خسر كثيرا بابتعاده عن النادي الأهلي وجماهيره، مشيرا إلى أن مكانته الكبيرة كان يمكن أن تصبح أقوى لو ظل قريبا من القلعة الحمراء. أما عن المدرب البرتغالي مانويل جوزيه، فأوضح غالي أنه يقدره ويحترم إنجازاته، لكنه لا يراه عبقريا بالمعنى المطلق، مفسرا ذلك بأن نجاح جوزيه ارتبط بوجود جيل استثنائي من اللاعبين في تلك الفترة، وهو ما ساعد على تحقيق البطولات الكبرى. تابع أحدث وأقوى أخبار كرة القدم لحظة بلحظة